بيكم حبايب قلبي، انا هيام حسن ودي قناتي، وان شاء الله اقدم لك كل ما هو جديد من وصفات سلوى سريعه. لو انت اول مره بتشوفيني دوس علامه الاشتراك بالاحمر وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه المولد النبوي. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الفوليه والحمصيه والسمسميه باسهل وابسط طريقه. عايزه اقول لك مش هتاخد منك وقت خالص، والنتيجه مضمونه من اول مره. يلا بينا نسمي الله ونفرح ولادنا ونبتدي في الطريقه على طول. اول حاجه كده في طاسه على النار، انا عايزه اسخن السمسم بتاعي. وطبعا الخطوه دي هنعملها في كل المكسرات بتاعتنا. المكسرات بتبقى مركونه عند العطار فبتبقى داخلها رطوبه، في الخطوه ديت الحلويات بتاعتك هتبقى مقرمشه. اول ما هتسخن معايا هنقلها على طول في بوله تانية، وفي نفس الطاسه هنزل بكوبايه وربع من السكر، كمان هنزل بتلت كوبايه من الميه، وكمان هنزل بتلت كوبايه من عسل الجلوكوز. تقدروا تستبدلوها بعسل نحل، بس يفضل عسل الجلوكوز عشان هيديكي قرمشه حلوه قوي للحلويات. كمان بفرشه كده مبلوله ميه وهبتدي امسح بيها الجوانب. تعالوا كده نختبر بعد 3 دقايق على نار متوسطه العسل بتاعنا ونشوفه استوى ولا لا. في طبق كده فيه ميه وهنزل بالعسل. بصوا العسل بتاعنا هيكون معاكي كوره كده، كوره. بصوا اول ما تشدوها اتشدت معاكوا، ده كده العسل لسه مستواش. بعد 5 دقايق على نار متوسطه انا هنا متاكده ان العسل بتاعي استوى. هقول لكم ليه وهتعرفوا ليه دلوقتي. اول ما هتتاكدي ان هو استوى انزلي برشه من الفانيليا، رشه من الملح، ربع معلقه من بيكربونات الصوديوم. خلاص، او البيكربونات. هوريكم بقى انا ليه متاكده. في نفس الطبق وهنزل ايه بالعسل بتاعي، هيعمل معايا كوره صلبه. اول ما يعمل معاك كوره صلبه بتتكسر مش بتشد زي المره اللي فاتت، كده تتاكدي ان العسل بتاعك استوى 100%. خلاص، انا عشان متاكده نزلت بالمكونات بتاعتي. انزل بقى بالسمسم واقلبه كويس جدا واتاكد ان كل حبات السمسم اتغلفت بالعسل بتاعي. بعد كده على طول هنزل في صينيه حاطه فيها كيس تلاجة مدهونه بالزيت، وكمان كيس تلاجة من فوق، وهبتدي افرد. والخطوه دي لازم تكون سريعه جدا وانت شغاله. طبعا هي سخنه سخنه قوي كمان، وبصوا عمال الكيس عمال يلزق عليها. افردوا بقى باي حاجه بس بسرعه، اشتغلوا بسرعه جدا قبل ما تبرد معاكم. لو بردت هتبقى صعبه جدا في التقطيع وفي التشكيل. كل حاجه هنشتغل بيها سواء السكينه او القطاعه اي حاجه يا جماعه دهنوها زيت. خلاص، انا هنا كده ما شاء الله، انا هنا كمان مقطعاها تخينه شويه. انا لو كنت رقعتها عن كده كانت قطعه الكميه. بسم الله ما شاء الله. بنفس الطريقه هعمل الحمصيه، بنفس الطريقه كل الخطوات اللي انا مشيت عليها، بس انا قسمت المقادير يا جماعه. وهعمل الحمصيه طبعا برضه زي ما قلت لكم سخنه، بس اشتغلوا بسرعه جدا على قد ما تقدروا. تقدري تعملي العسل بتاعك مره واحده وتقسميه وتحطي مكونات، يعني تحطي في بولات كده فاضيه. تحمصي الاول الفوليه والحمصيه والسمسميه، تسخنيهم على النار زي ما شفتي اول خطوه انا عملتها، وتحطيهم في بولات فاضيه وتعملي العسل بتاعك مره واحده. وبعد كده توزعيهم، بس تخلي حد يشتغل معاكي لان الخطوات دي بتبقى عايزه ايه، السرعه. واخدين بالكم قبل العسل ما يبرد، يعني تخلوا الولاد كده يشتغلوا معاكم. وكوني مجهزه كل حاجتك قبل ما تشتغلي، يعني تكون الصينية بتاعتك مدهونة زيت والأدوات بتاعتك تكون مدهونة زيت. هنقطعها وهنشكلها بالطريقة اللي انتوا تحبوها وتحطوها على الرخامة، بس مجرد نص ساعة هتكون بردت تماما. وهتبتدوا بقى تفصصوها من بعض وتقدموها بألف هنا وشفا لحبايبكم ولضيوفكم ولولادكم. كل سنة وانتم طيبين وبعود عليكم يا رب الأيام بخير. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.